اهلا بيكم في حلقه جديده من دوقيني يا ماما. وقبل ما نتكلم مع بعض ونعرف ايه اللي حصل وايه اللي احنا بنعمله ده كله، هنمسي او هنسلم على اطفالنا. ازيكم؟ عاملين ايه؟ كويسين. اسمك ايه؟ ملك. عندك كام سنه يا ملك؟ 5. 5. اسمك ايه؟ سما. سما. عندك كام سنه؟ 6 سنين. 6 سنين. تمام، هتلعبوا وانا هجيلكوا تاني، هنلعب مع بعض النهارده، اتفقنا؟ ماشي. بمسي على الساده المشاهدين وبقول لهم قبل ما نبتدي اي كلام في اي حاجه، طبعا الف مليون مبروك لبانوراما فود. واحنا مفيش تجديدات، هي دي البث الرسمي لقناه بانوراما فود. احنا بس عشان كنا عايزين نطلع لكم بسرعه وكنا مستعجلين فطلعنا لكم، وطبعا علشان شفنا فعلا ناس حبونا وناس قالوا تعليقات حلوه وناس قالوا تعليقات مش حلوه، في الاخر الكل بيتاخد في الاعتبار. بنشكر كل الناس اللي بتتابعنا وبنشكرهم كمان للناس اللي هتتابعنا. طبعا احنا دوقيني يا ماما، الموضوع بتاع دوقيني يا ماما نفسه اتغير 360 درجه. احنا في كل حلقه ان شاء الله معانا اطفال، الام او الاب اللي عايزين ابنهم او بنتهم يكونوا معانا في برنامج دوقيني يا ماما، هيبعت لنا رساله فيها اسمه وسنه على 95171، والطفل هيجي يكون متواجد معانا عشان نلعب ونفرح ونطبخ وكمان نقول معلومات مهمة في الحلقة. أنا إن شاء الله هكون موجودة معاكم كل يوم أربع وخميس وجمعة وسبت. يوم الأربع هنتفق مع بعض على حاجات هنعملها كل يوم علشان نستفيد بأكبر قدر ممكن علشان نقدر نفيد ولادنا. كل يوم أربع هنكون مع بعض وهيكون موضوع حلقتنا تحت عنوان أبلة ماما. أبلة ماما هنعلم أطفالنا إزاي يعملوا حاجات هاند ميد، وازاي يتعلموا ان كل حاجه موجوده في البيئه المحيطه بينا ممكن نستفيد بيها، وممكن تبقى حاجه شخصيه لينا نحتفظ بيها في اوضتنا لذكرياتنا، حاجه تفكرنا بطفولتنا. ده كل يوم اربع ان شاء الله. كل يوم خميس هيبقى برضو حلقاتنا هتبقى تحت عنوان ماما في ورطه. ماما في ورطه ده هيكون مجال واسع كبير جدا. هنستنى موضوعاتكم على الفيسبوك وهنكون معاكم وهنشوف تعليقاتكم وهنرد عليكم. انا بنفسي هرد عليكم في الحلقه على كل التعليقات اللي موجوده معاكم، طبعا بمشاركه اطفالنا في الحلقه، وانتوا بتشوفوا ولادكم وهم بيلعبوا قدام عينيكم في التلفزيون. وكمان هنتكلم مع بعض في كل المناسبات اللي بيمر فيها اطفالنا، وكمان اعياد ميلاد ان شاء الله، نجاح، كل الحاجات الحلوه اللي بيمروا فيها اطفالنا ازاي نعملها في البيت، وازاي كمان الهدايا لو احنا رايحين نزور طفل في بيته ايه الهديه المناسبه اللي نروح نديها له وتكون ليها علاقه بشخصيته او باكله او بحاجه هو يحبها. ده كل يوم خميس. كل يوم جمعه ان شاء الله هنكون مع بعض زي النهارده كده في دكتور ماما، هنتكلم في كل حاجه تخص اطفالنا عن التغذيه والصحه، وازاي ناكلهم الحاجات الصح، وازاي نمنعهم بشكل صح من الحاجات الغلط. كل يوم سبت ان شاء الله هنكون مع بعض في حلقات تحت عنوان ماما هيرو. هنستنى اقتراحاتكم علشان تقولوا لنا ايه الكرتون اللي اكتر حاجه ابنك بيتفرج عليها او معلقه في شخصيته جامد جدا، نفسه يطلع سبايدر مان، نفسها تطلع سندريلا، علشان نجيبه ونتكلم معاه في الحلقه ونتفرج مع بعض على الكرتون ونعمل كمان وصفه من وصفات المرتبطه بالكرتون ان شاء الله. كل ده بمساعدتكم وبيكوا، احنا طلعنا بيكوا وكملنا علشانكم. اشكركم. هنكمل الحلقه ان شاء الله في موضوع عن المناعه للاطفال، وده هنبتدي النهارده بدكتور ماما، ازاي نقوي مناعه اطفالنا وازاي نكتشف ان هم اساسا عندهم مناعه. وطبعا اساسنا ان احنا كل حاجه من المطبخ، ما بناخدش اي علاج لحاجه، احنا هنساعدك ان احنا تعالجي كل الامراض اللي ولادك بيشتكوا منها من جوه مطبخك. هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل عشان نشوف ايه حكايه المناعه ونكمل حلقتنا مع ملك وسلمى. ورجعنا لكم بعد الفاصل في فقره دكتور ماما. احنا النهارده موضوع حلقتنا وهو انا شفته اهم موضوع ممكن نتكلم فيه، المناعه. المناعه عند اطفالنا حاجه مهمه جدا، هو الجهاز اللي بيحمينا من كل الامراض او كل الفيروس والبكتيريا اللي بتخش جوه الجسم. عشان كده كان لازم نبتدي بموضوع مهم جدا، هو مربط كل الامراض لاولادنا. المناعه بتضعف من قبل اي حاجه، بتضعف من الاكل
في اكلات معينه بتزود الجهاز المناعه بالفيتامين والمعادن اللي بتحميه وبتقويه، وفي في اكلات تانية بتضعف جهاز المناعه. قبل اي حاجه طبعا هنرحب بملك اللي هتعمل معانا النهارده ايه. تطبخي يا ملك؟ تعرفي؟ قولي للناس، قولي لهم انا بعرف اطبخ، صح ولا غلط؟ بتحبي برنامج دوقيني يا ماما؟ قولي لهم بحب برنامج دوقيني يا ماما. تتفرجي على ايه تاني في بانوراما فود؟ تتفرجي على حاجه تانية؟ تتفرجي على ايه؟ افلام وكرتون. ماشي، احنا على فكره عندنا في البرنامج بتاعنا كرتون، هتتفرجي على الكرتون اللي احنا بنتفرج معاه على البرنامج. ماشي تمام. اول حاجه لازم نعرف ان اطفالنا بيبان عليهم ان جهاز المناعه بتاعتهم ضعيف، دايما بيبقوا تعبانين، دايما بيبقى فيه شحوب على الوش، بيبقى مصفر شويه. لو هم كبار شويه بيروحوا المدرسه ما بيبقاش عندهم القدره على التركيز وبينسوا بسرعه جدا. كل دي من اهم العلامات اللي بتدل ان جهاز المناعه عندنا فيه شويه خلل. ايه الاكلات اللي احنا هنقدر نفيد بيها اولادنا؟ اول حاجه الموز. الموز من الحاجات اللي مهمه جدا عشان فيها نسبه بوتاسيوم عاليه قوي. كمان العسل الابيض، الكيوي، عندنا الطماطم، عندنا اكلات كتير قوي. طبعا اهمهم السمك. السمك من الحاجات اللي فيها اوميجا 3 عاليه جدا، والاوميجا 3 بتبقى موجوده اكتر في السلمون، في المكاريل من اكتر الحاجات اللي فيها الاوميجا 3. كمان اللوز مهم جدا 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 للناس اللي عايزه تقوي جهاز المناعه. هنبتدي اول وصفه معانا النهارده، وهنعمل اصابع الموز اللي بالشوكولاته. الشوكولاته من الحاجات اللي اطفالنا بتحبها جدا، واحنا عايزين نوظف الموز النهارده والمكسرات وحاجات كتيره كده ندخلها لاولادنا، فاحنا هنوظفها على شكل حاجه حلوه، ان دايما الحاجه الحلوه هي اللي بتجذب ولادنا او بتخليهم يجونا يعني. تمام. هنعمل ايه؟ احنا محتاجين موز، محتاجين شوكولاته تكون شوكولاته غامقه وشوكولاته بيضه، مكسرات اي نوع مكسرات عندك، فرماسيل ملون، فرماسيل شوكولاته، ومحتاجين بسكوت شوكولاته مطحون. هنبتدي اول حاجه. هتساعديني يا ملك؟ طيب نطلع بقى ايه دي عشان نحط فيها ايه الموز. تمام. بتحبي الموز؟ بتحبي الموز قد ايه؟ قد الدنيا؟ هو اكتر حاجه بتحبيها في الدنيا الموز ولا ايه؟ الموز. وبتحبي ايه تاني غير الموز؟ الفواكه كلها. الفواكه كلها؟ طب والخضروات؟ برضه بحبها. برضه بتحبيها؟ طيب قولي لي انت بقى تحبي تعملي ايه في الموز؟ تحطيه في الشوكولاته ولا تحطيه في الحاجات الملونه دي؟ الحاجات الملونة. خلاص انا هحطه في الشوكولاته وانت تحطيه في الحاجات الملونه. اتفقنا؟ ماشي. نبتدي بالشوكولاته انا الاول. ماشي. بصي لازم نحط الشوكليت. شفت اتزحلقت ازاي؟ كنت لسه اقولك عشان ما تتزحلقش لازم نمسكها كويس جدا ونتاكد ان هي ايه اتصفت كويس. هنحطها هنا. نقرب بقى ده كده عشان انت اللي هتعملي الجاي. اوكي يلا ماشي كده. بتحبي الشوكليت قد ايه؟ زي الفواكه والخضار. زي الفواكه والخضار؟ انت بتحبي بقى طب ايه في اكلات مش بتحبيها؟ لا. بتحبي كل حاجه؟ طب ومامي ايه اكتر اكله بتحبي تعملها لك؟ كان بتعمل فاصوليا. تعمل ايه؟ فاصوليا. انت بتاكلي الفاصوليا؟ فاكره الفاصوليا دي حلوه جدا ولا انت مش بتاكليها؟ باكل. بتاكليها؟ طب تمام. نروح بقى نجيب طبق علشان نحط الايه الموزه بتاعتنا. ماشي. نخلي دي هنا. احنا هنفك الايه الموزه من العصايه بتاعتها وهنركبها تاني لما نيجي ناكلها. ماشي. عشان ايه الطبق بتاعنا يكون شكله ايه حلو. برافو عليكي.
شيلها كده. اتفقنا. اللي بعده قوليلي يا ملك، ايه اكتر حاجة بتخليكي تاكلي؟ يعني ايه الحاجة اللي لو كلتيها تبقي مبسوطة قوي؟ الخيار. الخيار؟ ليه؟ بحب الخيار قوي. تحبي الخيار قوي؟ بتاكلي الخيار في السلطة ولا بتاكليه عادي؟ ناكله عادي. تاكليه عادي؟ طبعا اهم حاجة لازم نكون احنا متفقين عليها ان مشاركة اطفالنا في المطبخ شيء اساسي جدا. اطفالنا من الحاجات اللي موجودة في حياتنا، لما بيحبوا يعملوا الحاجة وبيجربوا يعملوها اكيد بيحبوا ياكلوها. فمهم جدا ان احنا لما نيجي نحبب اطفالنا في حاجة عايزينهم ياكلوها نخليهم يجربوا يعملوها ونساعدهم فيها، وما نصعبش عليهم الموضوع، وما نحاولش ان احنا نزعق لهم واحنا بيعملوا الحاجه او هم بيطبخوا نقول لها لا اوعي كده غلط كده صح. نحاول نوصل المعلومه بشكل ابسط شويه عشان هم ما يكرهوش الطبخ وما يكرهوش كمان الاكل. تمام كده. نشيل دي. استني نعملها كده عشان ايه الشوكليت دي ما تقعش في الطبق. بصي الحته دي ما فيهاش شوكليت. ايوه برافو عليكي. هنعمل بقى ايه حاجه تانية؟ ماشي. هنعمل دي بتاعت الشوكليت الايه دي، ايه الشوكليت اللي لونها ايه؟ بلاك. تمام. ودي دي لونها وايت. بالظبط. احنا دلوقتي ايه عملنا الشوكليت البلاك، وهنعمل دلوقتي موز بالشوكليت الايه الابيض الوقت. يلا. بتحبي انهي شوكليت اكتر؟ الاثنين. الاثنين؟ بس في حاجه اكتر من حاجه. انا بحب البلاك اكتر، انت تحبي انهي اكتر؟ البلاك. البلاك. سما انت بتحبي انهي شوكليت اكتر؟ البلاك. الابيض تحبيها اكتر؟ مامي بتعملها لك في البيت ولا لا؟ يعني بتعملها لك في الموز ولا بتعملها لك في ايه؟ بتحطها لك في ايه؟ برضو بالموز. برضو بالموز؟ تعمل لك الموز زي ما احنا بنعمل كده؟ تاكليه؟ تاكليه؟ يعني هتاكلي الموز ده معانا بعد الحلقه؟ هتاكلي الموز ده ولا مش هتاكليه؟ هاكله. وانت يا ملك؟ دي بقى هنحطها في ايه؟ نجيب دي خليها قدامك كده ونجيب دي. يلا نخلي بالنا بس عشان ايه البسكوت. ده بسكوت بالايه؟ بالشوكولاته. بنجيبه منين؟ من السوبر ماركت صح؟ بس كده يبقى احنا كده عملنا ايه؟ الموز. شيلها كده نلفها. تمام. لازم بس نجيب ايه؟ هنعمل واحدة تاني. تمام كده. ايه حطيناها في الشوكليت. سما ايه الاخبار عندك؟ عامله ايه؟ تلعبي؟ ايه اكتر كرتون بتحبيه؟ بتحبي الكرتون ولا لا؟
بتحبي ايه؟ توم وجيري. توم وجيري. انت عارفه ان الموز من الحاجات اللي لازم ناكلها كويس جدا علشان تقوي المناعه بتاعتنا وما تخليناش ناعيه. الناس اللي ما بتاكلش السمك وما بتاكلش الموز، الطماطم، الكيوي والعسل والمكسرات دايما باكل. ايه بتاكليهم؟ شاطره. الناس بقى اللي ما بتاكلش الحاجات دي بتاعيه عشان مناعتهم ايه؟ عشان مناعتهم ضعيفه. تمام. نعمل ايه تاني؟ نعمل واحده بالايه، بالوايت شوكليت، نحطها في الفرماسيل الملون. هنعملها دلوقتي ولا بعد الفاصل؟ دلوقتي. لا خليها بعد الفاصل عشان الناس بقى. ماشي، هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل. استنونا بعد الفاصل. وجينا لكم بعد الفاصل علشان نكمل باقي حلقتنا مع مين؟ سما. احنا عملنا الموز. طبعا ملك كانت عايزه تعمل الموز دلوقتي وقلت لها طب نطلع فاصل، راحت عملتها في الفاصل. تمام. وخلصنا الموز اللي بالشوكليت. احنا قلنا طبعا الموز مهم جدا وعسل النحل، فاحنا عملنا سموزي الموز. هو عباره عن محتاجين فيه موز، زبادي وحليب وعسل نحل ولوز مفروم او لوز عادي براحتك، وكده كده هيتضرب في الخلاط. هتساعديني يا سما؟ ماشي. اول حاجه هنعمل ايه؟ نقطع ايه؟ نقطع ايه؟ الموز. موز كده. نجيب ايه؟ سكينه. هنحط كام موزه؟ كام موزه؟ لو مثلا انا وانتي وملك هنشرب ناخد كام موزه؟ 6. 6؟ ليه؟ عشان كل واحد فينا 2؟ امال ايه؟ 6 كده يعني؟ انت قلتي 6؟ انت قلتي 6؟ ملك انت عارفه عصير الموز بنحط فيه كام موزه؟ كام؟ نحط فيه 3. ده لو كام فرد؟ لو كام فرد؟ لو كام واحد هيشرب؟ 4. تمام. كده حطينا الايه؟ حطينا الموز. خلاص الموز ده احنا ايه؟ مش هنحتاجه تاني. هنحط الحليب وهنحط ايه تاني؟ ايه المكونات اللي معانا تاني؟ الايه؟ الايه؟ الزبادي. الزبادي فيه ايه؟ فيه ايه؟ كالسيوم، صح؟ الكالسيوم ده مهم للايه؟ للعظم، صح؟ نحط عسل. بس نبقى ايه، نجيب معلقه. كده ايه، حطينا العسل. دايما يفضل ان احنا نحلي العصاير بتاعتنا بعسل النحل اكتر من ايه؟ اكتر من ايه؟ من السكر. نحط شويه ايه؟ لوز. يلا نضرب بقى العصير بتاعنا. هي ملك، عملتي المربعات؟ عرفتي تعمليها؟
برافو عليكي. انا هاجي اعملها دلوقتي انا وانتي، هنفكها وانا وانتي وايه وسما، نشوف بقى مين اسرع واحد فينا هيعمل. ماشي؟ وانا هجيب لكم العصير دلوقتي. ده الايه اسمه سموذي. تمام. يلا نروح هناك. ماشي؟ انتوا كل واحد فيكم يشرب كوبايه العصير وانا هقعد اعمل حاجات، ندور على مواضيع نتكلم فيها في دوقيني يا ماما ونلعب. ماشي؟ يلا تعالي معايا. تعالي يا سما، استني كده نعدل ايه الترابيزه الاول. يلا يا سما روحي اقعدي هناك. تعالي هنا يا ملك. هنا. تعالي اقعدي هنا كده وانا هاجي ايه في النص. خدي هجيب لك شاليمو. هسيب الكوبايه تقع يا سما. تختاري دي ولا دي؟ تختاري دي؟ خدي بقى لحسن تقع. يلا وانا بقى هقعد معاكم ايه. ايه رايك؟ حلو ولا وحش؟ حلو. ايه رايك يا سما؟ حلو ولا وحش؟ حلو. امسكي بقى الشاليمو كده اهي واشربي براحتك. لو مش عارفه تشربي بالشاليمو اشيلهولك. حلوه الالعاب دي. انت اللي عملتيها كده؟ ايه ده عملتيها ازاي؟ صعبه قوي. صعبه خالص، مش عارفه افكها. ايه ده؟ فكيت واحده. التانية كانت صعبة أوي أوي. دي برضو كانت صعبه قوي أكتر من دي. ياه بس برافو عليكي. يلا بقى عشان اصحابنا اللي عايزين يجوا يلعبوا معانا ما تنسوش اهم حاجه في حلقتنا النهارده نخلي بالنا جدا من جهاز المناعه بتاع اطفالنا. دايما في الشتاء نهتم لهم بالحاجات اللي فيها فيتامين سي كتير ودايما في الصيف برضو ناخد بالنا لان اكيد في الصيف بنقعد في تكييفات وبنقعد في مراوح، لازم نديهم فيتامين سي عالي جدا. نحاول نديهم كيوي لان الكيوي فيه فيتامين سي اعلى من اللي موجود في البرتقال، وفيه كمان بوتاسيوم اعلى من اللي موجود في الموز. فالكيوي فاكهه لازم نعود عليها اولادنا. مش شرط ندخلها في عصير او حاجه، ممكن نعملها بالشوكليت زي ما عملنا الموز بالظبط نعمل كيوي، وزي مثلا ما عملنا العصير ممكن نعمل كيوي. بس دايما اطفالنا بتحب الموز اكتر شويه من اي حاجه. انا شخصيا بحب الموز جدا جدا، فعشان كده انا حبيت ان انا ادخل الموز في الشوكولاته او ادخل الموز في السموزي بتاع النهارده. كمان مهم جدا ان احنا ناخد بالنا جدا من تركيز اطفالنا ونحط عينينا عليهم شويه علشان اي اعراض تبان عليهم بسرعه نشوفها. ملك انت عملتيها صعبه قوي يا ملك، انا كل ده عماله افكها ومش عارفه افكها. تمام؟ هنختم بقى الحلقه وبعدين نقعد نشوف بقى هنعمل ايه في البتاع اللي انت عملتيها دي. خلصت حلقتنا النهارده في فقره دكتور ماما من دوقيني يا ماما. اشوفكم بكره ان شاء الله، وهتبقى اول حلقه في فقره ماما هيرو. استنونا بكره ان شاء الله عشان تشوفوا ايه الكرتون اللي معانا بكره وكمان الاطفال. ما تنسوش تبعتوا لنا رساله فيها اسم ابنك او بنتك وسنهم على 95171 عشان يشرفونا زي ملك وزي سما. يلا نختم، يلا نقول باي باي. باي باي.